مكونين موجودين في كل بيت بيساعدوا على زيادة إنتاج البيض بسرعة الصاروخ، بيرفعوا من نسبة الخصوبة وبيساعدوا على التكاثر بسرعة الصاروخ، غير طبيعيين في زيادة الأوزان. من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن تستخدمها للقضاء على جميع الأمراض. بيعالج جميع أنواع الإسهالات سواء كان إسهال مدمم أو إسهال بني غامق أو إسهال بني فاتح، بيعزز المناعة وبيفتح الشهية. من أفضل الأدوية اللي ممكن تستخدمها للطيور بتاعتك الأدوية الطبيعية، بيساعدوا على زيادة إنتاج البيض بسرعة الصاروخ ورفع أوزان بسرعة الصاروخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده بإذن الله هنشرح لكم مكونين موجودين في كل بيت ليهم فوائد غير طبيعية للطيور بتاعتنا، وأهم حاجة إن هم غير طبيعيين في زيادة إنتاج البيض بسرعة الصاروخ. بيحسنوا من جودة وزيادة إنتاج البيض، وكمان بيساعدوا على زيادة نسبة التكاثر ورافع نسبة الخصوبة. بيرفع الأوزان، بيخلي الطيور بتاعتنا تشتغل أوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا. من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن تستخدمها للقضاء على جميع الأمراض. بيحمي الطيور بتاعتنا من نزلات البرد والإنفلونزا، بيقضي على جميع أنواع الإسهالات سواء كان إسهال مدمم أو إسهال بني غامق أو إسهال بني فاتح أو إسهال أخضر أو إسهال أبيض. بيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا وبيفتح الشهية، بيساعد على زيادة الأوزان وزيادة إنتاج البيض. مضاد للسموم، بيطرد أي سموم موجودة في دم الطيور بتاعتنا. في كميات عالية جدا من البروتينات والفيتامينات والحديد والكالسيوم والأملاح المعدنية والكوليسترول. ملان يعني يعتبر كده غني بالبروتينات والأملاح المعدنية والحاجات دي كلها. وداعا لشراء الأدوية البيطرية بالمكونين اللي هنشرحهم في الفيديو ده هتغني عن حاجات كتيرة جدا، وكمان هتزود أرباح بنسبة عالية جدا. هتزود من إنتاج البيض، هتزود من الأوزان، هترفع المناعة وهتفتح الشهية، وهتقضي على جميع أنواع الأمراض، وهتكسب مضاد حيوي طبيعي جدا للقضاء على جميع مشاكل الطيور بتاعتك. وغير كده إن المكونين دول بيحمي جسم الطيور بتاعنا من إن يدخلوا أي فيروس أو أي بكتيريا. طب إيه هما المكونين دول يا أم سيف؟ تعالوا بينا نعرفهم مع بعض. أول مكون معانا وهو حبة البركة. حبة البركة ليه قدرة غير طبيعية في زيادة إنتاج البيض وتحسين جودة البيض ورافع نسبة الخصوبة. وتاني مكون معانا وهو أفضل من حبة البركة بشوية في زيادة إنتاج البيض ورافع الأوزان، وبيدي الطيور بتاعتنا مناعة وشهية قوية جدا. من أفضل برضو المضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن تستخدمها للطيور بتاعتك. طب إيه هو المكون ده؟ المكون ده الزنجبيل أو الجنزبيل. الجنزبيل حامي جدا، فبيبقى حامي كده على الطيور بتاعتنا، فبيزود معانا من نسبة إنتاج البيض بسرعة الصاروخ. بيحسن معانا من جودة إنتاج البيض، بيساعد على التكاثر بسرعة عالية جدا، منشط ومحفز للطيور بتاعتنا. بننتج إنتاج بيض خالي من أي عيوب، غير طبيعيين في زيادة الأوزان. بيوصلهم الطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا. وغير كده إن هما بيحافظوا على صحة الطيور بتاعتنا بشكل كبير جدا. لو الطيور بتاعتنا عندها أي مرض أو أي بكتيريا أو أي فيروسات موجودة في الدم بتاع الطيور وغير كده ان هو بيقضي على الديدان الضاره اللي بتنمو في الامعاء، وبينشط معانا الديدان النافعه. وكمان ليه قدره غير طبيعيه في زياده انتاج البيض. هتزود ارباحك. في متابعين كتيره جدا بتتشكى من قله البيض او الفراخ بتاعتها بيضه، يعني بيضه في الاسبوع. الفرخه بتبيض لها بيضه في الاسبوع او بيضتين او 3. فاحنا محناش عايزين ده، احنا عايزين الفراخ بتاعتنا تبيض كل يوم باستمرار. فنستخدم لها المكونين دول. هنحطهم 3 أيام ورا بعض. ممكن نستخدم الجنزبيل لوحده وحبة البركة لوحده، هنستخدمهم 3 أيام ورا بعض. هنشوف زيادة في إنتاج البيض بسرعة الصاروخ. بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتك كلها هتبدأ تبيض من عمر 3 شهور، 3 شهور ونص. الفراخ بتاعتك هتبدأ تبشر معاك من البيض. حتى لو عندك فراخ كبيرة وقطعت برضو هتبدأ تربي عنقود من تاني وتبيض معاك من تاني وتطلع لك إنتاج غير طبيعي. يعني الطريقة اللي هنستخدم بيها الجنزبيل أو حبة البركة، هما المكونين دول لهم قدرة فعالة جدا في زيادة إنتاج البيض ورافع المناعة. وطبعا الفوائد اللي احنا شرحناها في بداية الفيديو. ممكن نستخدم الجنزبيل أو حبة البركة.
هنستخدمهم 3 ايام ورا بعض. برضو هنفضل نحطهم باستمرار، يعني نحط الجنزبيل او حبة البركة على حسب المكون المتوفر في البيت عندنا، هنحطه كده للفراخ بتاعتنا على العلفة، معلقة كبيرة على العلفة اللي احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا كل اسبوع. يعني نمشي على الخلطة دي او المكون ده يعني كل اسبوع، نعمله كده زي الروتينات اليوميه. مثلا نحطه مرتين كل اسبوع، نحطه مرتين كل اسبوع، يعني مره في اول الاسبوع ومره في نهايه الاسبوع. هتحصل على زياده في انتاج البيض الغير طبيعيه، هتنشط الدوره الدمويه بتاعه الطيور بتاعتك. والجنزبيل منشط ومحفز قوي جدا، بيساعد على نسبه الخصوبه وبيساعد على نسبه التكاثر، وبينتج معانا بيض بجوده عاليه جدا، وكمان حجم البيضه بسم الله ما شاء الله بيبقى ممتاز جدا. الخلطة دي مليانة بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة بشكل كبير جدا للطيور بتاعتنا، وأهم حاجة البروتين والأملاح المعدنية، علشان ده لو نقصوا من جسم الطيور بتاعتنا فبالتالي إنتاج البيض هيقل مننا أو ممكن ينقطع خالص، والفراخ بتاعتنا ما عادتش تبيض خالص. فأهم حاجة إن احنا نحافظ على نسبة البروتين ونسبة الأملاح المعدنية في جسم الطيور بتاعتنا، وأهم حاجة برضو الفيتامينات. ونعرض الطيور بتاعتنا، أهم حاجة اللي احنا ما نحبس الفراخ البلدي. في ناس كتيره جدا لما بتحبس الفراخ البلدي فبالتالي هتبدا توقف معاها من انتاج البيض. احنا محناش عايزين ان احنا نحبس الفراخ البلدي بتاعتنا. لو عندنا السطح الصوت بتاعه عالي زي كده فنخرجه على السطح، او مثلا نخرجهم كده نص ساعه في الشمس، لان الشمس مفيده جدا للطيور بتاعتنا. او لو عندنا الحشيه بتاعتنا او المكان اللي احنا بنربي فيه كبير وواسع وبيدخله شمس، فكده يبقى 10/10. هتحصل على زيادة إنتاج البيض بسرعة خيالية جدا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بشكل كبير جدا، ومع السلامة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.